السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي أبطال تانية إعدادي، عاملين إيه؟ وحشتوني جدا جدا. يا رب تكونوا كلكم بخير إن شاء الله. النهاردة هنحل مع بعض أسئلة كتاب الامتحان على درس نماذج لحضارات بلاد اليمن. وقبل ما نبتدي نعمل لايك للفيديو، شير والاشتراك في القناة ونفعل زر الجرس للكل عشان يوصلكوا كل جديد بأمر الله. نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السؤال رقم 1: أكمل العبارات الآتية بما يناسبها. ساهم الموقع المتميز لحضارات بلاد اليمن القديم في التواصل بينها وبين حضارات شمال إفريقيا مثل إيه يا حبايبي؟ مثل الحضارة المصرية القديمة. مثل الحضارة المصرية القديمة. من الحضارات التي قامت ببلاد اليمن القديم؟ حضارة معين وإيه حضارة معين وسبأ وحمير. قام أهل بلاد اليمن القديم بزراعة الخضروات والفواكه في السهول وعلى المدرجات الجبلية. أنشأ اليمنيون القدماء عدة موانئ أشهرها ميناء عدن. تعددت العبادات عند اليمنيين القدماء ومن أبرزها عبادة النجوم والكواكب. اختر الإجابة الصحيحة من ما بين القوسين. أدى الموقع الجغرافي المميز لحضارات بلاد اليمن القديم إلى تحكمها في مضيق باب المندب من أبرز حضارات بلاد اليمن القديم، وأسبقهم ظهورا في منطقة الجوف معين. أي مما يلي كان يمثل أحد فروع السبائيين؟ هم مين؟ الحميريون. المدينة التي كانت تمثل عاصمة حضارة حمير ببلاد اليمن القديم كانت مين حبايبي؟ المدينة التي كانت تمثل عاصمة حضارة حمير ببلاد اليمن القديم هي مين؟ ريدان. دخل الحميريون صراعا مع عدة ممالك وتخرج عنها، يعني هم دخلوا مع دول كلهم في صراع ما عدا مين؟ ما عدا معين. كان النشاط الاقتصادي الرئيسي عند سكان بلاد اليمن قديما التجارة. تولت الملكة بلقيس حكم مملكة سبأ. بلقيس تولت حكم مملكة سبأ. أي من المنتجات التالية كانت تستخدمها مصر قديما في طقوسها الدينية وقامت باستيرادها من حضارة معين؟ هي حبايبي البخور. استوردت دولة معين من مصر قديما استوردت الكتان. كانت بلاد اليمن قبل الفتح الإسلامي تحت حكم مين؟ تحت حكم الفرس. اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وخطأ أمام العبارة غير الصحيحة مع التصويت. تميزت بلاد اليمن القديم باعتدال المناخ فوق المرتفعات. الإجابة يا أبطال؟ الإجابة صحيحة. اشتهرت حضارة معين بالزراعة والتجارة. الإجابة صحيحة. كان انهيار سد مأرب سببا في ضعف مملكة سبأ. الإجابة صحيحة. تحولت طرق التجارة خلال فترة حكم مملكة سبأ من البر إلى البحر. الإجابة صحيحة. سيطرت حضارة معين على معظم مناطق اليمن القديم. الإجابة خطأ. تصحيح إيه حبيبي؟ سيطرت حضارة حمير على معظم مناطق اليمن القديم. يبقى حضارة حمير هي اللي سيطرت على معظم مناطق اليمن القديم. دخلت دولة معين في صراعات مع الأحباش والفرس. الإجابة صحيحة. دخلت دولة حبيبي حمير في صراعات مع الأحباش والفرس، يبقى الإجابة هنا خطأ. الإجابة خطأ. دخلت دولة حمير في صراعات مع الأحباش والفرس. شهدت بلاد اليمن القديم تطورا في نظام الحكم بها. الإجابة صحيحة.
احتفظت بعض قبائل بلاد اليمن القديم بإدارة شؤونها المحلية ضمن مناطق نفوذها في ظل الحكم الملكي. الإجابة صحيحة. لم يكن للمرأة دورا أساسيا في بلاد اليمن القديم. الإجابة خطأ. هقول كده حظيت نشيل كده وأقول حظيت المرأة بإيه؟ بمكانة هامة في بلاد اليمن، بمكانة هامة في بلاد اليمن القديم. اعتمد اليمنيون القدماء في صناعة ملابسهم على الصوف والحرير والكتان. الإجابة صحيحة. عرفت الأبجدية المستخدمة في بلاد اليمن القديم باسم الخط المسند. الإجابة صحيحة. كان المجتمع اليمني القديم يحترم القيم الأسرية. الإجابة صحيحة. لم يعتقد اليمنيون قديما في الحياة بعد الموت. الإجابة خطأ. هقول كده اعتقد اليمنيون القدماء في الحياة بعد الموت. كان الذهب على قائمة الواردات المصرية من بلاد اليمن قديما. العبارة خطأ. مين اللي كان على قائمة الواردات المصرية من بلاد اليمن؟ هو ايه؟ هو البخور. بتصحيح العبارة البخور كان على قائمة الواردات المصرية من بلاد اليمن قديما. اكتب ما تشير إليه كل عبارة من العبارات الآتية. إحدى حضارات بلاد اليمن القديم متمكن أهلها من السيطرة على حضارة سبأ. هي مين يا حبايبي؟ حضارة حمير. أقول كده حضارة حمير. مدينة اتخذتها حضارة معين عاصمة لها. هي مين؟ مدينة قرناو. مدينة قرناو. أحد الطرق التجارية المهمة التي سيطرت عليها بلاد اليمن قديما بفضل موقعها هو طريق البخور. طريق البخور. أهم الإنجازات الهندسية في بلاد اليمن قديما والذي ساهم في ري مساحات واسعة من الأراضي هو إيه حبايبي؟ سد مأرب. السؤال اللي بعد كده من هو أشهر ملوك حضارة سبأ وورد ذكرها في القرآن الكريم وعاصرت زمن النبي سليمان عليه السلام؟ هي الملكة بلقيس. ملك حمير الذي هزم على يد ملك الحبشة مين؟ ذو نواس. القائد اليمني الذي استنجد بالفرس لتخليصهم من حكام الأحباش هو الأمير سيف ابن زيازن. الأمير سيف ابن زيازن. سؤال رقم 6. رتب الأحداث التاريخية التالية من القديم إلى الحديث. أقدم حدث موجود يا أبطال هو إيه؟ استيراد دولة معين الكتان من مصر. استيراد دولة معين الكتان من مصر دي رقم 1. أما رقم 2 بناء سد مأرب. 3 اضطهاد الملك ذي نواس المسيحيين في اليمن. 4 زوال حكم الأحباش عن اليمن. الفقرة رقم 2 تعالوا نرتبها مع بعض. أقدم حدث فيها انهيار مملكة معين. رقم 2 تولي الملكة بلقيس الحكم. أما رقم 3 هو صراع إكسيوم مع حضارة حمير. هي رقم 3. ورقم 4 الفتح الإسلامي لبلاد اليمن. بما تفسر نشأة الحضارات على أرض بلاد اليمن القديم. رقم 1 يا أبطال هقول بسبب الموقع الجغرافي المتميز لبلاد اليمن القديم فساعد الموقع الجغرافي لبلاد اليمن على نشأة حضارتها حيث تمكنت بفضل إشرافها على البحر الأحمر والمحيط الهندي وتحكمها في مضيق باب المندب من السيطرة على طرق التجارة القديمة. يبقى هقول الموقع الجغرافي المتميز
بفضل إشرافها على البحر الأحمر والمحيط الهندي وتحكمها في مضيق باب المندب من السيطرة على طرق التجارة القديمة. تاني سبب، ساعد اعتدال المناخ فوق المرتفعات على استقرار السكان. طبعا طالما في استقرار سكان يبقى بتقوم الحضارات. من وفر بيئة مناسبة لقيام حضارة مزدهرة في جنوب شبه الجزيرة العربية. بما تفسر استقرار السكان فوق المرتفعات ببلاد اليمن القديم. لسه مجاوبين عليها. ليه السكان استقروا فوق المرتفعات؟ هقول بسبب اعتدال المناخ. بسبب ايه اعتدال المناخ؟ بما تفسر ضعف وسقوط حضارة سبأ. ايه هي أسباب ضعف وسقوط حضارة سبأ؟ رقم 1 بسبب انهيار سد مأرب. 2 تحول طرق التجارة من البر إلى البحر. يبقى بسبب انهيار سد مأرب. 2 تحول طرق التجارة من البر إلى البحر. بما تفسر الأهمية الاقتصادية لسد مأرب. الأهمية الاقتصادية لسد مأرب هقول لأنه يعد من أعظم الإنجازات الهندسية في العالم القديم. 2 ساهم في ري مساحات واسعة من الأراضي الزراعية. بما تفسر استيراد المصريين القدماء البخور والمر من حضارة معين. للمصريين كانوا بيستوردوا البخور والمر من حضارة معين. ليه حبايبي؟ لاستخدامها في الطقوس الدينية والتحنيط. بما تفسر الغزو الحبشي لبلاد اليمن. ايه اسباب الغزو الحبشي لبلاد اليمن يا ابطال؟ هقول يا ابطال بسبب اضطهاد مين؟ ملك حمير ذو نواس. هقول بسبب اضطهاد ملك حمير ذو نواس المسيحيين من اهل اليمن. يبقى بسبب اضطهاد ملك حمير ذو نواس للمسيحيين من اهل اليمن. ما النتائج التي ترتبت على الموقع الجغرافي لبلاد اليمن القديم على طرق التجارة؟ اللي ترتب على كده أقول يا أبطال ترتب على ذلك أن أصبحت التجارة النشاط الرئيسي في بلاد اليمن القديم. 2 أنشأوا المواني مثل ميناء عدن. 3 سيطروا على طريق البخور. ممكن نقول كمان تحكموا في مضيق باب المندب. تحكموا في مضيق باب المندب وفرضوا ضرائب على البضائع المارة بأراضيهم. النتائج اللي ترتبت على اضطهاد الملك ذو نواس للمسيحيين من أهل اليمن، ترتب على ذلك وصول أخبارهم لملك الحبشة مملكة إكسيوم الذي خرج لليمن، وترتب على ذلك نجاح ملك الحبشة في هزيمة ذو نواس، وسيطر ملك الحبشة على بلاد اليمن القديم. ما النتائج التي ترتبت على استعانة الأمير سيف بن زيازن بالفرس ضد الأحباش؟ ترتب على ذلك يا أبطال إيه؟ أول حاجة نجاح الفرس في هزيمة الأحباش. 2 سيطرة الفرس على حكم اليمن الذي استمر حتى ظهور الإسلام. دلل ساهم الموقع الجغرافي لبلاد اليمن القديم في تواصلها مع العديد من الحضارات. أقول يا أبطال حيث بفضل موقعها الجغرافي المتميز أسهم في تواصلها مع حضارات شمال إفريقيا مثل الحضارة المصرية القديمة، وحضارات شرق أفريقيا مثل حضارة إكسيوم، وارتباطها بعلاقات تجارية وثقافية مع حضارات شرق آسيا في الهند والصين. دلل تطور نظام الحكم في حضارة بلاد اليمن القديم مع مرور أول أبطال حيث كانت بلاد اليمن قديما تعيش في قبائل مستقلة، وكان لكل قبيلة شيخ بيدير شؤونها. مع نشأة الممالك اليمنية القديمة أصبح نظام الحكم ملكيا وراثيا، وكان بيساعد الملك في إدارة الدولة مجلس عام. كمان احتفظت بعض القبائل بحقها في إدارة شؤونها المحلية ضمن مناطق نفوذها. دلل عرفت الحضارة الحميرية العبادات غير السماوية والديانات السماوية. العبادات غير السماوية تعددت المعبودات، وكان من أبرز عبادة النجوم والكواكب وشيدوا لها المعابد. أما الديانات السماوية فاعتنقوا اليهودية والمسيحية ثم دخلوا في الإسلام. اهتم سكان بلاد اليمن القديم بالزراعة.
حيث اهتم اليمنيون بزراعة الخضروات والفواكه والحبوب في السهول وعلى المدرجات الجبلية. أقاموا مشروعات الري وتربية الحيوانات ووضعوا قانون لتنظيم الضرائب الزراعية. اشتهر سكان بلاد اليمن القديم بالعديد من الصناعات، حيث اشتهروا بصناعة الأواني المعدنية والفخارية، الأسلحة كالسيوف والخناجر والأقمشة الحريرية والصوفية والجلود. مثلت التجارة قمة الأنشطة الاقتصادية في بلاد اليمن قديما. هقول يا حبايبي ايه؟ حيث كانت التجارة هي النشاط الرئيسي في بلاد اليمن القديم، وأنشأوا المواني مثل ميناء عدن، وسيطروا على طريق البخور، وفرضوا ضرائب على البضائع المارة بأراضيهم. برع اليمنيون القدماء في العمارة والفنون. الدليل على كده؟ حيث برع اليمنيون في العمارة والفنون شيدوا الحصون والقلاع والمعابد، القصور المزخرفة التي تميزت بروعة التصميم والزخارف، وكانت بتطعم الأبواب والجدران والأسقف بالعاج والذهب والفضة والأحجار الكريمة. كمان أن شيدوا السدود والحواجز المائية، ومن أبرزها سد مأرب الذي يعد من أعظم الإنجازات الهندسية. تميزت بلاد اليمن القديم بأبجدية خاصة بهم. الدليل على كده هقول حيث استخدم اليمنيون الأبجدية الحميرية المعروفة بالخط المسند، والتي تتكون من 29 حرف، وقد عثر على نقوش لهذه الكتابة على جدران المباني والمعابد الأثرية. برع اليمنيون القدماء في علم الفلك. هقول حيث وضعوا التقويم السبئي الذي اعتمدوا عليه في تحديد الفصول الزراعية، وكمان استخدموا حركة النجوم في تحديد الاتجاهات وتوجيه تجارتهم البرية والبحرية. كانت هناك علاقات تجارية بين حضارات بلاد اليمن والحضارة المصرية القديمة. ازاي؟ الدليل على كده هقول حيث عثر على نقوش في أحد المعابد بتوضح إن دولة معين كانت تصدر لمصر البخور والمر الذي كان يستخدم في الطقوس الدينية والتحنيط، وكمان كانت بتستورد من مصر الكتان والذهب. ما تقييمك لمصداقية كل عبارة من ما يأتي مع ذكر السبب في الحالتين؟ كان نظام الحكم الملكي في اليمن القديم بيعتمد على سلطة الملك دون أي مساعدة. لسه قايلينها من شوية. العبارة هنا هتبقى أبطال؟ غير صادقة. ليه غير صادقة؟ حيث كان يساعد الملك في إدارة الدولة مجلس عام، واحتفظت بعض القبائل بحقها في إدارة شؤونها المحلية ضمن مناطق نفوذها. نالت المرأة في بلاد اليمن القديم حقوقها الاجتماعية والسياسية. طبعا العبارة صادقة، عشان المرأة في بلاد اليمن القديم تمتعت بمكانة مرموقة. بالنسبة لحقوقها الاجتماعية، حيث امتلكت حق اختيار الزوج ووراثة العرش. أما حقوقها السياسية وصلت إلى أرفع المناصب السياسية مثل ملكة سبأ بلقيس. ما العلاقة بين الموقع الجغرافي لبلاد اليمن القديم وطرق التجارة القديمة؟ برضو السؤال ده جاوبنا عليه بس بيجيلي بشكل مختلف. حيث ساعد الموقع الجغرافي لبلاد اليمن على نشأة حضارتها، فتمكنت بفضل إشرافها على البحر الأحمر والمحيط الهندي وتحكمها في مضيق باب المندب من السيطرة على طرق التجارة القديمة، وطبعا تواصلها مع الحضارات المختلفة. ما العلاقة بين ظهور الممالك اليمنية القديمة ونظام الحكم السائد؟ أقول يا أبطال نركز كده. حيث ترتب على نشأة الممالك اليمنية القديمة أن أصبح نظام الحكم ملكيا ووراثيا بعد أن كانت قبائل مستقلة، وكان لكل قبيلة شيخ بيدير شؤونها. ماذا كان يحدث إذا؟ اتفقنا أن سؤال ماذا كان يحدث إذا بنقول فيه عكس اللي بيحصل في الحقيقة. ماذا كان يحدث إذا لم ينهار سد مأرب؟ لو لم ينهار سد مأرب لم تضعف مملكة سبأ، يبقى عكسها لم تضعف مملكة سبأ. كمان لم تسيطر مملكة حمير على جميع المناطق التابعة لسبأ. لم تسيطر مملكة حمير على جميع المناطق التابعة لسبأ.
ماذا يحدث إذا لم تهتم الحضارات اليمنية القديمة بعلم الفلك؟ هنقول عكس الإنجازات اللي حققوها في علم الفلك. لم يتم وضع التقويم السبقي، لم يستخدموا حركة النجوم في تحديد الاتجاهات وتوجيه تجارتهم البرية والبحرية. أمامك صورة لأحد الآثار وهو معبد بران، جزء من عرش الملكة بلقيس. في ضوء الصورة أجب عن الأسئلة الآتية: إلى أي حضارة بينتمي هذا الأثر؟ المعبد ده بينتمي إلى إيه يا أبطال؟ حضارة سبأ ببلاد اليمن. حضارة سبأ ببلاد اليمن. حدد العاصمة التي يوجد بها هذا الأثر. هي إيه؟ مدينة مأرب. سبب انهيار الحضارة التي ينتمي إليها هذا الأثر. أسباب انهيار مأرب أو أسباب انهيار حضارة سبأ، برضو قلناها أكتر من مرة. أسباب انهيار مملكة سبأ هو انهيار سد مأرب وتحول طرق التجارة من البر إلى البحر. اختر الإجابة الصحيحة من ما بين القوسين. وقعت بلاد اليمن القديم تحت حكم بعض الملوك الأفارقة نتيجة إيه أبطال؟ سياسة الملك ذو نواس. سياسات الملك ذو نواس. يستدل من معظم الإنجازات المعمارية للحضارة التي تلت مملكة معين على اهتمامها بإيه؟ على اهتمامها بالزراعة. ما تقييمك لمصداقية العبارة الآتية مع ذكر السبب في الحالتين؟ اقتصرت صناعة الملابس في بلاد اليمن القديم على المواد الخام المحلية. طبعا العبارة ايه أبطال؟ غير صادقة. ليه غير صادقة؟ حيث استورد اليمنيون بعض المواد الخام لصناعة الأقمشة من الحضارة المصرية القديمة مثل ايه؟ مثل الكتان. هقول حيث استورد اليمنيون بعض المواد الخام لصناعة الأقمشة من مصر مثل الكتان. يبقى لم تقتصر على المواد الخام المحلية بل كانت كمان بتستورد من مين؟ من مصر أو من الحضارة المصرية القديمة بعض المواد الخام مثل الكتان لصناعة الأقمشة.